النهاردة اليوم التاني في الفرح زي ما انتوا شايفين. عشان نوصل للفرح اصلا لازم نروح من الطريق ده، بس افضل يعني لازم ننزل بقى من الطريق كده. ننزل وصلنا على بيت العروسة، مع ان احنا كنا واصلين متأخر بس هما كانوا لسه بيحضروا المكان والناس لسه بيبدأوا ييجوا، وكانوا بدأوا ان هما يشربوا الشاي. والشاي هنا في كشمير مختلف جدا لان هما بيحطوا ملح بدل السكر في الشاي. شاي اخضر باللبن وعليه ملح. انتوا متخيلين معايا طعمه؟ هتشوفوا دلوقتي لما هدوقوا وشي عامل ازاي. ده اللبن وبيحطوا عليه ورق الشاي. وشايفين بقى الابريق اللي هما بيستخدموه، ده ابريق تقيل جدا جدا، وكمان بيحطوا جواه الفحم بالطريقة دي بحيث ان الشاي يفضل يغلي طول الوقت وهو موجود في الابريق، فبيصبوا منه وبيفضل طول الوقت يغلي وبيفضل طول الوقت سخن لان كشمير جواها بارد. شايفين بقى ده الشاي الكشميري او الشاي المملح اللي بيقولوا عليه، وبيقدموه دايما مع بسكوت كده زي اللي في ايدي. بصوا وشي الاتنين مملحين، يعني الشاي مملح والبسكوت مملح، ومفروض انك تدوبهم مع بعض يعني. لكن انا الصراحه استغربت طعمه جدا، وطعم البسكوت كان حلو او طعم القرص دي كانت حلوه قوي، بس طعم الشاي كان غريب قوي لان هم حاطين شاي اخضر. طعم الشاي الاخضر مع لبن مع ملح وكان مملح قوي، فانا حسيت ان انا بشرب شوربه اكتر من ان هي شاي. حتى افضل كمان كان مستغرب قوي طعمه، مع ان احنا عملناه في فيديو قبل كده كنا فاكرين ان احنا عاملينه غلط، لكن طلع ان هو نفس الطعم اللي احنا عملناه في الفيديو. وده كمان نوع تاني من الشاي، ده شاي اخضر عادي. الصراحه ده عجبني وكان معمول بالسكر عادي فشربت منه. اما جوجو بقى كانت مستمتعه جدا بالاجواء مع البنات الصغيرين اللي فضلوا طول اليوم يغنوا ويرقصوا. يعني بصوا كانوا مدلعين الاجواء خالص البنات الصغيرين النهارده، لان الكبار كانوا مشغولين في التحضيرات وفي التقديم للضيوف، فالصغيرين هم اللي كانوا بيغنوا النهارده. اما العروسه كانت بتجهز وبتجهز شنطها وحاجاتها لان هي مروحه النهارده مع عريسها وخلاص اخر يوم ليها في بيت عيلتها النهارده. الناس بدأوا أكل من هنا وإحنا دخلنا على المطبخ من هنا علشان نصور لكم الكواليس بتاعة الطبخ بقى والعمايل كلها. أول حاجة شفناها كانت الفلفل الكشميري ده بيطبخوه. قلنا يا ترى هما بيطبخوه ليه، وطلع إن هما بيجففوه الأول وبعدين بيسلقوه زي ما انتوا شفتوا كده، وبيعملوا منه صوص بيستخدموه في كل الأكلات اللي بعد كده. بتحسوا طعمه ما بين البابريكا والشطة الحمراء، حاجة في النص كده. بعدين تاني أكلة شفناها دي اسمها الوزة كوكو. الوزة كوكو دي بقى فراخ بيسلقوها كده في الملح وكركم وتوابل. طعمها خطير لان هما بيفضلوا يسلقوها في نفس الشوربه فطعمها بيبقى غني قوي، وبعدين يحطوا عليها من الصوص الاحمر بتاع الفلفل الكشميري ويشووها. بجد يا جماعه احلى فراخ مشويه دقتها في حياتي. ودي بقى يا جماعه كفته عادي زي اللي عندنا، بس هنا بيقولوا عليها كباب. يعني حتى في الهند كلها بيقولوا على الكفته كباب، وبيعملوها بقى اكس لارج. اما بقى كرات اللحمه دي اللي هي اشهر حاجه في الاكل الوزواني وتعتبر كده الحاجه المميزه قوي عندهم. وفي منها نوعين، نوع ابيض اسمه جوشتبا. جوشتبا ده بيتعمل بالزبادي بصوص الزبادي وبيبقى مش حراق خالص. اللي معمول بصوص احمر ده اسمه ريستا وبيكون حراق. الاكل الوزواني يا جماعه عباره عن 25 طبق من اللحوم، يعني وصفات مختلفه كلها على بعضها كده اسمها الاكل الوزواني. يلا قولولي بقى من شكل الاكل كده مين عايز يتعزم على الوليمه دي؟ أنا دلوقتي موجود يا جماعة ورا الخيمة دي، فيها كل الناس قاعدين ومستنين الأكل، وأنا ورايا الخيمة هم عاملين الطبق دي. شوفوا الطبق دي كله فيها أكل عاملين بالنظام كده. في واحد طبق أكلين 4 أشخاص، يعني هم بيأكلوا مع بعض في طبق واحدة. 4 شخص في طبق واحدة يا جماعة. ده نظام مختلف تماما من بلد التانية. فتعالوا معايا هوريكم هما حاطين في الطبق دول ايه، واعمل لكم جولة في كل خيمة برضو مع الناس قاعدين واكلين ازاي. يلا بينا. خليني احكي لكم عن نظام التقديم المختلف هنا يا جماعه. اولا ده طبق نحاس بيحطوا فيه رز كتير وبيحطوا فيه مناب 4 اشخاص، عباره عن شويه كرشه وفراخ وزه كوكو وكفته
وشوية نيفة أو حاجة شبه النيفة كده، وبعدين بيجمعوا كل الأطباق ويغطوها. يعني شايفين يا جماعة النظافة، مع إنهم بيطبخوا لعدد كبير ودي حاجة صعبة جدا. احنا جايين يا جماعة عندهم في نظام يعني مختلف جدا تماما من كل الهند، وهوريكم كل أكلة هم يعني عاملين ايه. Welcome to Kashmir. وفي واحد ناس هنا معاه يغسل ايد. اهو يا جماعة انا دلوقتي موجود في الخيمة اهو، الناس قاعدين ورايا كله مستنين الاكل زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هوريكم بقى حاجة غريبة جدا على ايه. بصوا هما واحد ناس هنا قاعدة على بوابة جنب البوابة كده، وهو شغله ايه بقى، هما حاطين كيسات هنا كله موجودة فيها ايه حاجات غريبة برضو. هما كل الناس اخد دي معاهم، موجودة في شنطة ايه بقى، مية وكول درينك وفي معلقة وفي كيس يا جماعة. لو انتوا مش قادرين تاكلوا كل اكل دي هتاخدوا معاكم في كيس ده، في بلاستيك كيس اهو. حاجة غريبة جدا لنفسي برضو، انا برضو هندي يا جماعة. وفي هنا سلطات بقى، اطباق سلطات، في جزرة، خيارة. السلام عليكم. कैसा बना है वाजवान? अच्छा बना है اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة. الاشخاص زي دي معاهم العلبة بتاعت الاكل دي. هما بقى عندهم اكلات كده 15 انواع اكل، لحمة وفراخ وكفتة وكباب، كلهم كده هما حاطين واحدة واحدة على بعض. كل واحد يا جماعة عنده اكل مختلف، كل واحد عنده اكل مختلف وحاطين في طبق هما بياكلوا واحدة واحدة. دي رز بسمتي بقى. اوكي. دلوقتي بقى احنا في اليوم التاني مستنيين اكل تاني كمان. هما جايبين اكل واحدة 15 انواع ان شاء الله. فهنشوف بقى الاكل الكشميري عامل ازاي. يلا بينا نجرب. هوريكم كل حاجة، يلا. طبعا ما قدرناش نجرب كل الانواع، بس هقول لكم في اللي جربناه عجبني قوي كرات اللحمه دي، وكان طعمها زي البلو بيف كده يا جماعه. بجد طعمها كان مختلف جدا وما كانش حراق قوي، حتى اللي لونها احمر مع ان شكلها حراق هي كانت متوسطه يعني، بس الفراخ كانت احلى حاجه بجد. دلوقتي هما بيحضروا الهدية اللي هتروح مع العروسة على بيت عريسها الجديد، زي برضو في الهند بيعملوا كده، برضو في كشمير بيجهزوا هدية من أهل العروسة لأهل العريس، وبيجهزوا كمان شنطها اللي فيها لبسها وكل اللبس اللي جايبينها عيلتها علشان يروح معاها على بيتها الجديد. الهدية عبارة عن لوز وجوز وكل يميش رمضان كده العروسة بتاخد منه لبيت العريس. يا جماعة احنا رايحين نغير وراجعين من نفس الطريق. بصوا بالليل ضلمة ازاي، يا لهوي. وبعدين الطلوع صعب جدا، يعني كل الناس هنا بيستخدموا الطريق ده. بصوا الطريق ده ازاي في وسط الغابة. انا خايفة. يلا بسم الله يا جماعه. احنا كده خلاص جاهزين. ايه رايكم في فستاني ده؟ قفطان زي ما انتم شايفين، فقلت البس حاجه تقليديه كده عربيه يبان شكلي مختلف. قولوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم في الفستان. دلوقتي بقى العريس وصل وداخل على الخيمه، ويلا بينا نشوف بقى الاحتفاليه بالعريس وكده هيكون شكلها عامل ازاي. يلا بينا. اول ما العريس بيدخل يقعد على الكوشه لوحده عامه. والنقطه عندهم بالشكل الغريب ده عباره عن عقد ملزوق فيه الفلوس كده،
وكل واحد بيدخل ويلبسه العقد. الصراحة قعدت افكر كتير يا ترى هيفضلوا يفكوا بقى الفلوس طول اليوم من العقد كده ولا ايه. وبرضو العروسة بتكون قاعدة جوه البيت وبيعملوا لها نفس الفعاليات دي وبيدوها برضو النقطة بنفس الطريقة دي. بعدين بقى العروسة دخلت واحنا دخلنا معاها كستات، بس برضو العريس كان جوه الخيمة قاعد في كوشة لوحده والعروسة قاعدة في كوشة لوحدها. دايما بتسألوني يا ياسمين انت ليه انت وافضل في الافراح ما بتكونوش مع بعض؟ اذا كان العريس والعروسة نفسهم مش مع بعض احنا هنبقى قاعدين مع بعض؟ يا جماعة كلهم بيعيطوا زعلانين ومامة العروسة عمالة من ورا. أنا بجد مش عارفة، اتأثرت جدا لأن هما بجد كلهم زعلانين قوي، كأنها يعني مع إن هي ساكنة جنبهم، يعني هتسكن في بيت جنبهم، بس هما زعلانين قوي. يعني هو دي العادات والتقاليد هنا، إن هما بيبقوا زعلانين ومتأثرين قوي، بالذات العروسة. حتى أنا اتأثرت جدا بجد. يعني مش عايزه اعيط عشان ما بقاش اوفر يعني، بس بجد الاجواء بقت حزينه فجاه كده، بقت حزينه فجاه، قلبنا فيلم هندي. خلاص كده يا جماعه العروسه روحت على بيتها مع عريسها، وهم ماشيين معاها، هم مكملين ماشيين معاها يوصلوها لغايه البيت كده. كل الاسره كل القبيله رايحه معاها. وهشوفكم في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.